أهلا بيكم. هل سبق وانتابك شعور إن نجاحك مجرد خدعة من صنيع الظروف؟ هل حسيت قبل كده إن الناس مخدوعة فيك وإنها بتشوفك بصورة أفضل من حقيقتك؟ هل بتشك إنك ما تستاهلش المكانة اللي وصلت لها في شغلك أو في حياتك العملية، وإن إمكانياتك الحقيقية أقل من كده بكتير؟ لو المشاعر والأفكار دي بتطاردك بصورة مستمرة وبتسبب لك القلق والتوتر، يبقى حضرتك بتعاني من متلازمة المحتاج اللي هنشرحها في حلقتنا النهاردة، فكونوا معانا. متلازمة المحتاج هي واحدة من الخدع النفسية اللي بتصيب الناس اللي ناجحين في حياته. بيبدأ الإنسان يشك في نجاحه ويحس إنه مجرد صدفة أو ضربة حظ، ويبدأ كمان يبص لإمكانياته وكفاءاته نظرة فيها تقليل واستهانة، ويبدأ يحس إنه غير مستحق لتقدير الناس ليه. كل ده بيولد جواه شعور بعدم الاستحقاق وشعور بالذنب، لأنه من وجهة نظره بيحتال على الآخرين، والمشاعر دي بتدفعه إنه يبذل مجهود مضاعف في شغله علشان يغطي على نقط الضعف اللي هو شايفها في نفسه، ويداري على عدم كفاءته قبل ما حد تاني يكتشفها. وطبعا ده بيحطه تحت ضغط نفسي وعصبي بيسبب له شعور بالقلق والتوتر الدائم. طب ايه اسباب ظهور متلازمة المحتال؟ اسباب ظهور متلازمة المحتال هو سببين: ضعف الثقة بالنفس وقلة التقدير الذاتي. والامرين دول بيصيبوا العقل بنوع من المشوشات الادراكية اسمه تقليل أو discounting، اللي بيخلي العقل يشوف كل حاجة أقل من حجمها الحقيقي وكأنه لابس نظارة مصغرة. الثقة بالنفس والتقدير الذاتي بيتكونوا داخل الإنسان في سنوات عمره الأولى، وأي خلل فيهم عادة بيكون سببه أخطاء في التربية. لكن ده ما يمنعش أبدا إن الإنسان يقدر يتدارك الأخطاء دي ويصلحها ويتعافى من أثرها في أي سن مهما كبر، ويقدر كمان يعيد بناء ثقته في نفسه وتقديره لذاته من أول وجديد. متلازمة المحتال بتظهر في حياتنا في 5 صور مختلفة. بنعتقد خطأ إنهم صفات شخصية، وأحيانا كمان بنشجعهم لأنهم بيحفزوا الإنسان على التميز والتفوق، ولكنهم في الحقيقة بيحرموه من الاستمتاع بنجاحه. أول صورة هي نزعة الميل للكمال، إن الإنسان دايما يبقى شايف شغله ناقص، وإن نجاحه أقل من المطلوب، وإنه كان ممكن يؤدي أفضل من كده. تاني صورة هي العبقرية الطبيعية، إن الإنسان يعتقد في نفسه إنه يقدر يتعلم أي شيء جديد من أول مرة، أو إنه يقدر يقوم بأي عمل من أول مرة. لما ما بيتوفقش في عمل من أول مرة، أو بيجد صعوبة في تعلم شيء جديد، أو لما بيواجه ظروف صعبة، بيبدأ يظهر عليه مشاعر الإحراج والعار. ثالث صورة هي الفردية الشديدة، إن الشخص يعتقد في نفسه إنه يقدر يقوم بكل الأدوار بشكل فردي، فلما بتجبره الظروف إنه يستعين بمساعدة شخص آخر بيبدأ ينتابه شعور بعدم الكفاءة. الصورة الرابعة هي الخبير، إن الشخص يعتقد في نفسه إنه لازم يكون ملم بكل تفاصيل الأمور، وإنه يكون عارف أدق المعلومات، فلما بيصطدم بأسئلة ما عندوش إجابات ليها أو معلومات مش عارفها بيبدأ يبص لنفسه على إنه فاشل. الصورة الخامسة والأخيرة هي صورة البطل، إن الشخص يعتقد في نفسه إنه لازم يكون ناجح في كل الأدوار اللي بيقوم بيها على المستوى الشخصي والاجتماعي والعملي وغيرها، وإن أي تقصير بيظهر في دور من الأدوار دي بيصيبه بشعور بعدم الكفاءة والفشل. لو عايزين تعرفوا إزاي تتخطوا متلازمة المحتال تابعونا في الحلقة القادمة. ولو اكتشفت إنك بتعاني من متلازمة المحتال وعايز تعيد ثقتك بنفسك وتقديرك لذاتك، تقدر تتواصل معايا عن طريق رسائل الصفحة أو منصة اسأل أو تطبيق الدكتور. أخيرا كونوا دائما معافين. أشكرك.